السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أخوان الكرام. اليوم حل تمارين الفصل الرابع. طبعا قبل كل شيء اتمنكم اشترك بالقناة، زر اللايك حتى وصل كل جديد. سؤال الأول: ضع علامة صحيحة. علامة الخاطئة: أجب عن 10 نقطة ما يأتي. نقطتنا الأول: تحدث الحركة في الحيوان بأشكال وصور كثيرة تتراوح بين حركة السيتوبلازم والحركة الحرة. العبارة صح. نقطتنا الثانية: ينجز فعل الحركة في الحيوان عندما تزود العضلات بالطاقة اللازمة من لدينوس ثنائي الفوسفات. عبارة الخاطئة: جواب التصحيح هو ثلاثي الفوسفات. نقطتنا الثالث: يتحرك البراميسيوم بواسطة الإقدام الكاذبة التي تتمثل ببروزات من جسم الخلية. عبارة خاطئة: التصحيح بواسطة الأهداب، وهي لواحق ومتحركة دقيقة جدا تشبه الشعر. الرابعا: يتماثل الصوت في الصوتيات مع الأهداب في الهدبيات من الناحية التركيبية، ويختلفان في ميكانيكية عملهما. العبارة صح. الخامس: يعرف الانتحاء بأنه نزعة نشوئية لدى الإحياء إلى الحركة أو الدوران استجابة لمنبه ما. العبارة صح. نقطتنا السادس: نقصد بالانتحاء الجذبي الحركة بتأثير الانجذاب لحافز الضوء. العبارة خاطئة. التصحيح حافز الجاذبية الأرضية. نقطتنا السابعة: قد يحدث الانتحاء الضوئي في بعض النباتات يوميا وبشكل إيقاعي، وعندئذ يعرف بالانتحاء الشمسي. العبارة صح. نقطتنا الثامن: يمكن تسمية الحركة في الحيوانات بالحركة العضلية، حيث تحصل نتيجة تقلص وانبساط العضلات. العبارة صح. نقطتنا التاسعة: تكون الألياف العضلية الهيكلية اسطوانية طويلة في مظهرها، وهي متعددة لنوية ومتفرعة. عبارة صح. نقطة عاشرة أخير: تتميز في اللافقريات العضلات الملساء والمخططة والقلبية أسوة بالفقريات، وتكون لهذه العضلات نفس صفاتها المعروفة في الفقريات. عبارة الخاطئة. التصحيح الهيكلية بدل القلبية. تمام. أروح سؤال الفراغات نقطة. سؤال الثاني: أكمل الفراغات الآتية. فراغ الأول: تتم هذه الحركة في بعض أنواع الخلايا في الحيوانات الراقية، مثل كريات الدم البيضاء والخلايا الجنينية الميزنكيمية. جواب الفراغ هو الحركة الأميبية. فراغ الثاني: ونقصد به أنواع الحركة التي تتم بتأثير حافز اللمس. جواب: انتحاء اللمسية. فراغ الثالث: نوع من حركات النباتات يحصل يوميا كنتيجة لتحسس النباتات لتغيرات الضياء والظلام اليومية. الجواب: حركات النوم. نقطة الرابعة:
وهي عضلات تتميز بكون ليافها طويلة ورفيعة ومدببة النهايتين، ويحتوي كل ليف نواة واحدة. جواب فراغ. هو العضلات الملساء. 5. خيوط دقيقة تسمى نسبة إلى بروتين لاكتين الذي يدخل في تركيبها. جواب: لاكتين. سؤال ثالثا. عرف كل مماياتي. الأول: عرف الطيران الخفاق، وهي الطيران العادي الخفاق في الطيور القوية مثل البط، ترتفع الأجنحة ثم إلى الأسفل وناحية الأمام، وهي ممتدة تماما، ويحدث الاندماج بوساطة الريش الذي يوجد عند نهايات الجناح، وعند الضرب إلى أعلى فإن الجناح منحني إلى أعلى ولا الخلف. هذه كلها جواب عرف الطيران الخفاق. العرف الثاني: الهيكل الحركي المائي، هو عبارة عن كتلة من سائل ضمن طبقة نسيجية مرنة يقدم الدعم الضروري لعمل العضلات والحركة في دودة الأرض، وتستخدم من خلاله السوائل بين جدار الجسم والقناة الهضمية، وبتعاون تقلص العضلات الطولية والدائرية. عرف الثالث: الإهلاب، عبارة عن تراكيب كيتينية إبرية الشكل تعمل على تثبيت الدودة في الأرض. الرابع: الانتحاء الشمسي، وهي انتحاء يحصل يوميا وبشكل إيقاعي ويتجاه ضوء الشمس كما في زهرة عبادة الشمس. خامسا أخير: السباحة الثعبانية، وهي نوع من السباحة وتحدث في الأسماك ذات الأجسام المرنة، وتستطيع أن تنحني أكثر من نصف موجة. سؤال الرابع. أكمل تشير الإشكال الآتية. سؤال رسم. نقطتنا الأول: عضلات الأرجل في الجرادة. هذه هو رسم جرادة: عضلة باسطة، عضلة مثنية، نقطتنا الثانية: العضلات القلبية. هذه هو رسم القلب: دودة، قلب، عضلة قلبية، نواة، ليف عضلي، قرص بيني. تمام طلاب اليوم، خلصنا تمارين الفصل الرابع، وإن شاء لله حلقة الثاني حل تمارين الفصل الخامس. في أمان الله.